السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة شهوات نجاة، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بيني قطني كيجي بنين وما شاربش الزيت وخفيف بحال الريشه. غادي نحضروه بطريقه بسيطه ومبسطه، ومكونات ديالو موجودين في كل بيت او في متناول الجميع. تابعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تسمعوا النصائح اللي موجودين في هذا الفيديو باش تنجح معكم هذه الوصفه. نخليكم مع المقادير والطريقه وفرجه ممتعه. في واحد الاناء كنضيفوا فيه كاس ديال الحليب دافئ وكاس ديال الماء دافئ، ما يكونوش سخونين بزاف، يكونوا غير دافئين واحد شويه باش ما كيخسروش لينا العجينه. كنزيدوا ملعقه كبيره ديال الخميره حبيبات او الخميره الجافه، تقدروا تعوضوها بالخميره معجونه الا كانت متوفره. وزدت معلقه كبيره ديال السكر وربع كاس ديال الزيت وبيضه وحده وكيس من السكر المنسم بالفاني. غادي نخلطهم مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم وكتذوب لينا داك الخميره. من بعد غادي نزيد عليها او على هاد المكونات 2 ملاعق كبيره من نشا مايزينا. الدور ديال النشا مايزينا هي كتخلي لينا العجينه كتجي خفيفه وقطنيه. اي نوع ديال المعجنات الا درتو فيها نشا مايزينا غادي تجيكم خفيفه وقطنيه. الا كانت متوفره طبعا، الا ما كانتش ماشي ضروريه. كنزيدو في الدقيق تدريجيا غير شويه بشويه حتى كتجمع لينا. بالنسبه للكميه ديال الدقيق كتختلف من نوعيه للنوعيه اخرى، لان كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. انا كندير الدقيق دائما شويه بشويه، ما كنعبرش الدقيق نهائيا، كنضيفو تدريجيا حتى كنتحصل على العجين اللي بغيت. خلط غير بالملعقه خشبيه حتى كتجمع ليا شويه العجينه. من بعد كنجمع بيديا، كندلكها غير شويه، ما كندلكهاش بزاف. الا بغيتو تجيكم العجينه رطبه وطلقه الخيط، خلطوها غير واحد شويه، خليوها ترتاح واحد 10 دقائق، ومن بعد رجعوا عندها دلكوها واحد شويه وخليوها تخمر. صافي العجينه خصها تكون شويه خفيفه وكتلصق في اليدين، ما تكونش قاصحه ما تكونش ثقيله، باش يجيونا هاد بيني خفاف ما يجيوش متقسين من الداخل. صافي من بعد ما جمعتها خليتها حتى كتختمر وكيتضاعف الحجم ديالها. كنغطيها بالبلاستيك الغذائي بطبيعه الحال. وصافي من بعد ما اختمرات وتضاعف الحجم ديالها، كنرش سطح العمل بالقليل من الدقيق الابيض. نوعيه ديال الدقيق اللي عجنت به هنايا هاد بيني هي النوعيه الجيده اللي كتكون خاص بالحلويات او لا اي نوع ديال الدقيق، نوعيه جيده اللي خاص بالمعجنات. صافي من بعد ما خرجت منها داك الهواء اللي فيها، كنجمعها بهذا الشكل اللي شفتوا معايا. وكنستعينوا بالدقيق دائما باش ما كتلصقش لينا فوق من سطح العمل. كنسرحها بالميدلاك وما كنرققهاش، كنخليها شويه غليظه، غير هي ما ديروهاش غليظه بزاف. عاوتاني كنرقوها غير شويه ماشي بزاف. وصافي كنقطعوها بالقطعه دائريه، اي قطعه عندكم دائريه يمكن تقطعوا بها، يمكن لكم تقطعوا حتى بالشكل المربع. من بعد ما قطعتها صافي كناخذ هذيك العجينه غادي نجمعها، ما غاديش ندلكها، غير كنجمعها وغادي نخليها ترتاح. ما بين ما نجمع هادو اللي قطعتهم نحطهم فوق من شي زيف يكون مرشوش بالدقيق. هنايا قبل ما تقطعوها نسيت ما قلتها لكم، مني تسرحوا العجينه ما تقطعوهاش مباشره، خليوها ترتاح واحد 2 دقائق باش مني تقطعوها ما تجمعش لكم العجينه وكتضيع لكم الشكل ديالها. وكنقطعها بهذه القطعه هذه، انا ما قطعتهاش من الوسط، جريت شويه للطرف باش تجيني على هذا الشكل. بغيت نبدل شويه على البيني اللي موالفين كنديروا دائما. كناخذ هادوك الدوائر الصغار، كندير 4 وحده فوق وحده وكنضغط عليهم كنخليهم يرتاحوا. من بعد غادي نعاود غادي نسرحهم. صافي من بعد ما كملتهم كاملين حطيتهم فوق من الزيف اللي مرشوش بالدقيق، غادي نخليهم يختمروا واحد شويه، غير هي ما تخليوهمش يخمروا بزاف. الا خمروا بزاف غادي يضيعوا لكم، ما غاديش يجيو قطنيين، غادي يجيو متقسين. هنايا من بعد ما خمروا صافي كناخذ المقلاة كندير فيها شويه الزيت. انا ما كثرتش من الزيت، درت غير كميه قليله. الا بغيتو تكثروا باش يتحمروا من الجناب كاملين، انا درت غير كميه قليله باش يجيني فيهم داك الخط الابيض من الجناب. صافي غير كنحطهم في المقلاة غير كيتنفخوا كنقلبهم، ما كنخليهمش حتى كيتحمروا المره الاولى.
غير كيتنفخوا كنقلبهم. ملي كنقلبهم كنتسنى عليهم حتى كيتحمروا، عاد كنعاود نقلبهم على الجهه الاخرى باش كيتحمروا. صافي من بعد ما طيبتهم كاملين حتى كنسالي الطياب ديالهم، عاد كنزينهم بالسكر سنيده او سكر حبيبات. من الافضل يكون السكر الحبيبات ديالو رقيقه، ما يكونش هذاك السكر الغليظ باش كيلصق عليه. صافي من بعد ما درتهم كاملين في السكر كيجينا على هذا الشكل، كيجي خفيف وقطني وبنين وسهل وكيوجد بسرعه. كما قلت لكم كيوجد بسرعه لان كنخليوه كيخمر المره الاولى، كنخليه يخمر مزيان، والمره الثانيه ما كنخليهش يخمر بزاف، تقريبا غير شي 4 ساعه او 20 دقيقه من بعد ما كنسالي التقطاع ديالو صافي كيكون واجد وتيكون خامر. وواحد النصيحه كنطيبوه على عافيه تكون متوسطه، ما تكونش مجهده باش ما يتحرقش لكم ولا ما يتخطفش لكم وكيبقى معجن من الداخل. ضروري العافيه ما كتكون مهيله شويه، ما تكونش مجهده. وكنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. الى وصفه جديده ان شاء الله.